مساء الخير، يا رب تكون بخير. عارف اني وحشتك وعارف اني متأخر جدا، بس يعني انا بعتذر، يعني كنت بصيف. احنا بقالنا يومين في حمام السباحه. بتعملوا ايه؟ بنعوم. ويلا بينا على ملخص الاسبوع الخامس من الدوري المصري. شايك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا عشان نبدأ بماتش المقاولون وسيراميكا كليوباترا. الماتش بيبدأ وضغط قوي من سيراميكا، عرضية وشوطة من موكا تيجي للسولية اللي بيجيب الجون الأول لسيراميكا. إبراهيم القاضي ضيع كورة جول مؤكد. ضربة جزاء للمقاولين، لكن بسام بيتألق وبيصدها من قدام أبو جودة، وبيخلص الماتش فوز سيراميكا 1-0. ماتش الاتحاد وإنبي، ضغط من إنبي وتألق من صبحي سليمان. الدقيقة 32 صراع حلو قوي لأحمد زكي اللي بيجيب الجول الأول لإنبي. في الدقيقة 70 كان في كورة بصراحة أنا شايفها بينالتي للاتحاد بصراحة، لكن الحكم ما حسبش حاجة. وبعدها بدقيقتين غلطة من دفاع الاتحاد ومحمد حتحوت بيجيب الجول التاني لإنبي. وفي الدقيقة 83 غلط كارثي من الدفاع تاني ورفيق كابو يديها لمودي ناصر ويجيب الجول التالت لإنبي ويخلص الماتش. وإنبي بتكسب الاتحاد 3-0 في اسكندرية، ودي نتيجة تقيلة قوي بصراحة، يعني الله يكون في عون جماهير الاتحاد. ماتش البنك الاهلي وطلائع الجيش ده كان ماتش افتقد لكرة القدم وخلص بالتعادل السلبي، فانا بصراحة مش هضيع وقت في ان انا اتكلم عن الماتش زي ده. الجونة وزد الماتش بيبدأ وكان رايح جاي، وفي الدقيقة 45 كرة كنت شايفها بنالتي بصراحة، لكن الحكم ما حسبش حاجة. الشوط التاني بيبدأ وعرضية حلوة قوي للبنوبي اللي بيجيب جول شيك قوي بصراحة بكعبه، ويفضل التقدم لحد الدقيقة 94 ويحصل الآتي. الآن سوف أسدد ضربة النمر التي لا تصد ولا ترد. يا إلهي، أنت تصوب علي يا متخلف، أنا معك في الفريق. لا يوجد اليوم حارس غيرك يا رعد. سوف نلعب جون مشترك. والماتش بيخلص بالتعادل 1-1. نروح لماتش غزل المحله والاسماعيلي. الدقيقه 25 عبد الكريم مصطفى يتدخل على رجل جريندو، والحكم بعد الرجوع للفار يطرده، وبصراحه ده طرد صحيح. المحله بعدها بيسيطر لحد ما رشاد العرفاوي بيجيب الجول الاول للمحله، وجون حلو قوي بصراحه من رشاد العرفاوي اللي قلت لكم قبل كده انه لعيب جامد. في الدقيقه 60 طرد لحسن منصور، لكن بصراحه انا مش شايفها طرد خالص، يعني هي كبرها قوي، يعني يوم ما تبقى جامده هتديله انذار. في الدقيقة 63 عرضية وشوطة تيجي في العرض تترد لجريندو اللي بيجيب الجون التاني للمحلة. أحمد شوشة لعب دبل كيك حلو قوي، لكن أحمد عادل عبد المنعم بيتألق. في الدقيقة 88 سعيد كيبو بيجيب التالت للمحلة وبيخلص الماتش. وبصراحة الطرد التاني سهل الماتش بشكل كبير قوي للعيبة المحلة، لكن على فكرة عجبني ان لعيبة الاسماعيلي ما استسلمتش رغم الطرد، ويعني رغم الاتنين طرد الاسماعيلي كان فضل يحاول انه يقلل الفارق، ودي في حد ذاتها تعتبر يعني نقطة حلوة، او يعني زي ما بنقول كده دي حاجة ايجابية. لكن لعيبة الاسماعيلي محتاجة انها تاخد ثقة انها تقدر تجيب جول عادي، وده شغل مدرب، لازم المدرب يشتغل على كده. نروح لقمة الأسبوع، الأهلي وبيراميدز. فاول وشوطة حلوة من كريم حافظ، لكن بتيجي في العارضة تترد للكارتي اللي بيجيب الجول الأول لبيراميدز، وبصراحة ده جون صعب قوي، يعني مش أي حد يقدر يجيبها كده. في الدقيقة 10 أحمد الشناوي بيتألق ويصد كرة حلوة من محمد شريف. وفي الدقيقة 68 وليد الكارتي المتألق يجيب الجون التاني لبيراميدز من رأسية حلوة قوي قوي وصعبة قوي بصراحة برضه، ويخلص الماتش بفوز بيراميدز 2-0. وعندي بس كام تعقيب. اول حاجه الحمد لله ان انا طلعت صح في وجهه نظري على مدرب الاهلي في حاله تقييم الصفقات، وفعلا الاهلي اقال المدرب بتاعه، يعني انا كان عندي صح لما الناس كانت بتهاجمني في الكومنتات. تاني حاجه برضو الحمد لله قلت ان صفقات الاهلي الكتير مع بعض مش هتبقى مفيده زي ما الناس متوقعه، والناس ساعتها هاجمتني برضو، وفي ناس غلطت فيا كمان وانا مش مسامحهم على فكره. يعني فاديك شايف تريزيجيه ما شاء الله هو وزيزو عاملين ثنائيه جامده قوي بخلاف بن شرقي، فاهم؟ ومحمد شريف اللي انتوا قعدتوا تقولوا لي قعدتوا تقولوا لي كلام غريب كده. تالت حاجه بقى المفروض المعلق يكون حيادي، يعني حتى لو الاهلي طبعا الاكثر جماهيريه في الوطن العربي وافريقيا كلها، لكن لازم المعلق يكون حيادي، دي بنشوفها في العالم كله. نروح لمودرن سبورت وحرس الحدود. ضغط قوي من مودرن زي ما كل متوقع يعني، والزون فولي كان بيتألق لحد ما في الدقيقة 20 شوطة من حسام حسن تترد لرشاد المتولي اللي بيجيب الجول الأول لمودرن سبورت، وما بيحصلش جديد والماتش بيخلص 1-0 لمودرن سبورت. نروح لماتش المصري وكهرباء اسماعيليه. شوط اول وحش قوي بصراحه، ما حصلش فيه حاجه غير طرد لعصام الفيومي، وطرد صحيح 100% طبعا. الشوط الثاني بيبدا وضغط قوي من المصري عكس الشوط الاول، وفي الدقيقه 64 بنالتي للمصري صلاح محسن بيخش ويجيب الجول الاول. بعدها ارضيه حلوه قوي من دغموم، لكن معرفش عمر الساعه كان بيعمل ايه بصراحه، يلحقها منذر طمين ويجيب الجول الثاني للمصري.
بعدها ثرو حلو قوي من دغموم لعمر الساعي اللي بيجيب الجول الثالث للمصري. بعدها مخلوف بيعدي حلو ويدي ثرو لدغموم اللي بيجيب الجول الرابع للمصري، والماتش بيخلص 4-0 لصالح المصري. وما شاء الله على دغموم وعلى النادي المصري بجد. نروح لماتش الزمالك ووادي دجله. الماتش بيبدا وضغط زملكاوي قوي وخطا من كمال ابو الفتوح سنتر باك وادي دجله، وناصر ماهر بيجيب الجول الاول للزمالك. الشوط الثاني بيبدا وشكل تاني خالص، ضغط قوي جدا من وادي دجله وتالق من محمد صبحي، عرضيه حلوه لاحمد فاروق اللي بيجيب الجول التعادل لوادي دجله. بعدها غلط من فتوح يستغله فاروق ويجيب الجول التاني لوادي دجله. كان ساعتها بيفكر في ايه او بيعمل ايه، يعني مش عارف ايه مبرره لده. وفي الدقيقه 83 طرد صحيح لمدرب وادي دجله الكابتن محمد الشيخ، اللي قال ان بين الشوطين للعيبه ان الجول اللي هو دخل فيهم ده هو بيتحمل مسؤوليته، لكنه كمل وقال للعيبه انا عايزكم تفضلوا تكملوا بالطريقه دي، وعرض لهم فيديوهات للعيبه انهم كانوا مسيطرين اغلب الماتش. وفعلا بسبب كلامه ده لعيبه وادي دجله صدقت نفسها وكسبت الزمالك. وده الفرق بين المدرب الكويس وبين المدرب الحنيوك، يعني او المدرب صاحب الصوت العالي والجعجعه، لان حاليا انت الكوره ملاش. نروح لتشكيله الاسبوع. محمد بسام في حراسه المرمى، عموري باك يمين غزل المحله، بارن المحمدي واسامه جلال 2 سنتر باكس، محمد حمدي باك شمال، وليد الكارتي ومهند لاشين ورشاد العرفاوي في نص الملعب، على الشمال عبد الرحيم دغموم، على اليمين جريندو، وسترايكر صريح احمد فاروق. جول الاسبوع بقى مش عارف هل جول دغموم في كهرباء اسماعيليه، ولا جول وليد الكارتي في الاهلي، ولا جول رشاد العرفاوي في المحله، ولا جول البنوبي في الجونه. انا استنى رايك في الكومنتات. عندي بس كام تعقيب على قائمه منتخب مصر. الشناوي انا مش هتكلم عليه لان الشناوي مع المنتخب حاجه ومع النادي الاهلي حاجه انما شوبير ليه ولا عبد العزيز البلعوطي، يعني محمد بسام ومحمد علاء والزنفولي وعمرو عامر واحمد الشناوي، مش شايفهم يا كابتن حسام حسن؟ بجد يعني انت مش شايفهم؟ يعني هم دول يعني دول بيمثلوا منتخب تاني يعني. نخش بقى على خط الدفاع. انت خدت خالد صبحي، وخالد صبحي سنتر باك كويس، انما انت ما خدتش بارر محمدي ازاي؟ بارر محمدي لحد دلوقتي بالنسبه لي هو احسن سنتر باك في الدوري المصري لحد دلوقتي، يعني انا نفسي افهمها انت ما خدتوش ازاي يعني. وخدت محمد ربيعه اللي هو ما بيلعبش اصلا، انت مختاره ليه؟ ورامي ربيعه انت بجد ليه ما لسه مصمم على رامي ربيعه؟ يعني رامي ربيعه ده انت لو في ماتشات افريقيا رامي ربيعه ده هيخسرك الماتشات كلها برضو. يعني مش فاهم ايه تفكيرك، يعني انا مش فاهم ايه تفكيرك من الناحيه دي. ومحمد هاني انت شارب ايه يا كابتن حسام يعني؟ محمد هاني مين يعني؟ انت مفيش حد في مصر بيتفق ان محمد هاني ده لعيب كوره. انت شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ يعني مثلا انت مش شايف علي فوزي اللي هو احسن باك يمين متالق في الدوري المصري لحد دلوقتي، وعنده خبرات وعنده بيهاجم وبيدافع، وفي ماتش بيراميدز كان عامل ماتش عالمي، وماتش الاهلي كان عامل ماتش عالمي، حتى في ماتش الزمالك كان عامل ماتش عالمي. انا مش فاهم بصراحه، يعني هم 3 ماتشات اصعب من بعض. علي فوزي كان نجم ال3 ماتشات. طب سيبك من علي فوزي، كريم العراقي، ايه مشكلتك مع كريم العراقي؟ الراجل ولا كبير في السن، الراجل بيهاجم، الراجل بيدافع، الراجل عنده روح، الراجل كابتن فرقته، الراجل بيلعب افريقيا. يعني مش فاهم انت ايه مشكلتك مع كريم العراقي اللي مش بتختاره؟ انت شايف في ايه اوحش من محمد هاني؟ انت شايف محمد هاني احسن من علي فوزي وكريم العراقي في ايه؟ انا مش فاهم بصراحه. احمد نبيل كوك انا مش عارف اقول لك ايه والله العظيم يا كابتن حسام. انا مش فاهم يعني انت احمد نبيل كوكا ليه واخد كوكا؟ يعني هو كوكا عمل ايه يعني؟ برضو كوكا ده بيفتقد لاساسيات كرة القدم. انت واخده المنتخب تعمل بيه ايه؟ يعني كريم حافظ مش عاجبك؟ يعني احمد، يعني كريم حافظ ده بيلعب طايره. احمد متعب ده يعني ايه؟ يعني سترايكر؟ انا مش فاهمك. نخش على نص الملعب. دونجا وحمدي فتحي. طب تمام يا كابتن حسام، يعني ماشي هنقول حمدي فتحي انت بتستغله صح. ما انا شايف ان حمدي فتحي ده لعيب عادي جدا، يعني مش يعني اوفر ريتد. يعني انت بقى واخد دونجا ليه؟ يعني دونجا ما بيعرفش يباصي، دونجا ما بيعرفش يشوط، دونجا ما بيعرفش يهاجم، ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش يدي ثرو، ما بيعرفش يشتت، ما بيعرفش يلعب عرضيه، ما بيعرفش. طب يا كابتن حسام تريزيجيه عمل ايه عشان تاخدوا المنتخب؟ برضه انا مش فاهمها. يعني هو تريزيجيه عمل ايه؟ يعني حتى ما لعب الماتش هو قدم اوحش اداء شفته لتريزيجيه من ساعه ما بدأ يلعب كوره. وانا لحد دلوقتي نفسي اعرف امتى هيفنش. يعني هو قرب يعتزل ولسه ما بيعرفش يفنش. اسامه فيصل بجد، انت بجد جاب لعيب جايب جول والجون فاضي ومضيع 33 جول مثلا، يعني تساب صلاح محسن؟ يعني انا مش فاهم بجد انت اختياراتك دي بناء على ايه؟ اسامه فيصل ده اوحش سترايكر لحد دلوقتي في الدوري المصري. بصراحه في اختيارات غريبه قوي من كابتن حسام حسن وظلمه. وعلى فكره ده مش هيبان دلوقتي، ده هيبان لما هنلعب افريقيا.
كابتن حسام انت لو ما انقذتش نفسك وبطلت ظلم اللعيبه، ان احنا هنبقى فضيحه في افريقيا او في كاس العالم لو تاهلنا، لان هتبقى مصيبه لو ما تاهلناش كمان. فبس بصراحه يعني ده كنت كل حاجه حابب اقولها. واخر حاجه بقى يعني بالنسبه لكومنتات اليوتيوب، انا لما غبت فتره انا كنت نزلت لكم فيديو كده عن جيل الاستشوار بتاع الاهلي. في كومنتات غريبه قوي، يعني انا مش فاهم انتوا عايزين ايه. يعني مثلا واحد كاتب لي: لماذا تقحمون الدين في الكوره؟ كفاكم دروشه لاستقطاب القطيع. قلت له: هو فين الدين يا دمج؟ بيقول لي: يا سلام ولم تحس يا اخان. قلت له: ربنا يشفيك، عشان مش فاهم دي تعويذه دي ولا ايه. وطبعا كله بقى ملخص الجوله، فين ملخص الجوله، فين ملخص الجوله. يعني حاضر هعمل لكم ملخص الجوله، قلت لكم كنت مسافر، ما انت لو مهتم كنت شفت البوست يا حبيبي. هو قاعد كاتب لي اسمها جلد النفس او جلد الذات يا حبيبي، مش فاهم ده خفاجه يعني ده ولا ايه؟ يعني انا قريتها بصوت خفاجه يعني انا ايه علاقه جلد النفس او جلد الذات؟ انا جبت سيره جلد النفس او جلد الذات؟ وقعد كاتب لي بيقول لي: ازاي 230 ماتش جاب 3 جوال؟ والله راح اساله، يعني دي مش مشكلتي، انا اروح اساله. واحد كاتب لي اسمه سشوار. واو، تصدق فرقت؟ يعني انت ما جاش في بالك ان انا بهزر مثلا؟ واحد بقى كاتب لي: مين الفلاح اللي بيتكلم ده؟ على اخر الزمن هنسمع للفلاحين. طيب يا استاذ محمد، هو انا مش فلاح، انا من بورسعيد. تاني حاجه، هو في حد من الفلاحين ده كنت صغير؟ يعني عشان كده انت متضايق منهم؟ انا مش فاهمك بصراحه، يعني انا لهجتي مالهاش اي علاقه بلهجه الفلاحين، وهم على راسي وانا بحبهم. وبس، حاسس ان انا طولت عليكم. لو حابب نتكلم اعمل لي فولو على انستجرام، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. وبس كده، سلام عليكم.